السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب. اشفي ابن عماد شفاء تام لا يغادر سقما، واشفي كل مريض يا رب، وفك كرب المكروبين، وانصر اخواتنا واهالينا في غزة ويرجع ليهم الارض والحق عن قريب ان شاء الله. انا مش فاهمة يا جماعة، احنا ليه بقينا شعب بزربونة كده؟ يعني ليه بقينا قفوشين؟ تيجي انت مش طايق نفسك ولا طايق الحكومة ولا طايق قراراتها ولا اي حاجة، وانت ما تعرفش ان كل ده لصالحك ازاي؟ انا مش عارفه ازاي يطلع في صالحك في الاخر. يعني دلوقتي يا جماعة لما السيد رئيس الوزراء طلع علينا السنة اللي فاتت واحنا في شهر 6 قال لك والله يا عم الحاج انا عندي اسمه ايه دون احمال زايدة على الكهرباء، بعد اذنك هقطع عنك الكهرباء اسبوعين. وما عدى الاسبوعين عدى الشهرين قال لك معلش استحملني حبيبي شهر ان شاء الله شهر 9 الكلام ده هيخلص. جه شهر 9 ما قدرناش نعمل حاجه، جه شهر 10 11 12 13 14 فجأة لقينا عدى علينا سنه واحنا الكهرباء بتقطع علينا واحنا عادي كده ولا اي اندهاش، كل يوم الكهرباء تقطع واحنا ايه ده بتقطع الكهرباء. فعدى سنه يا جماعه وشهرين تطلع الناس تهلل وتزيط. ايه يا جماعه فرق ايه اسبوعين من سنه وشهرين؟ يعني الراجل قال لك اسبوعين فلتت منه ما عرفش يظبطها، ما باسبوعين من سنه وشهرين ايه اللي هيحصل لك يعني؟ كنت بتعمل ايه والكهرباء موجوده؟ المهم يا جماعه طلع رئيس الوزراء من فتره كده هو انه قال لك ايه؟ قال لك لا خلاص بقى، خلاص عيب بقى خلاص يا جماعه انا مش هقطع عليكم الكهرباء. انا ما ان شاء الله اول لما يجي شهر يوليو تالت اسبوع اللي هو بقى تالت اسبوع في يوليو انا مش هقطع عليكم الكهرباء. الله اكبر، اخيرا حسيتوا بينا، اخيرا حسيتوا بالمعاناه، اخيرا حسيتوا بالناس اللي في المستشفيات الخاصه والعيادات الخاصه الاماكن دي بيقطع عنها الكهرباء، لان الاماكن الحكوميه اللي هي يعني زي مستشفيات ما بيقطعش فيها، لكن الخاص بيقطع فيه. طفل بقى في حضانه، ناس على جهاز تنفس، مش مشكله، الجنريتور بيشتغل، يلا اللي يعيش يعيش واللي ما يعيش البقاء للاقوى، احنا ما لناش دعوه. المهم قال لك خلاص انا مش هقطع عليكم الكهرباء. هللنا بقى، جينا بعد والحاجات العبايط دهيت، جينا بقى تاني. يعني احنا كنا جينا اولاني فاحنا جينا تاني بقى لما لقينا بقى ان خلاص مش هيقطع علينا الكهرباء. لقينا ان بعد لما دخلنا الاسبوع الثالث من يوليو الكهرباء بتقطع بردك، يعني محلات سوبر ماركت الكهرباء بتقطع، في البيت الكهرباء بتقطع عادي، بس بدل ما هي 3 ساعات بقت بتقطع ساعتين، ساعة ونص انت وحظك، ممكن ساعة ونص الصبح وساعة ونص بالليل، حاجة كده زي الانتيبيوتيك. فتساءلنا بقى هنا بقى قلنا هو في ايه؟ في خير؟ راح طلع علينا عمك وزير الوزراء وعمك وزير الكهرباء قال لك جماعه هو في ايه؟ مش تفهموا يا عم انت؟ ايوه فهمنا بقى. قال لك انا كنت الاول بقطع الكهرباء علشان اوفر، انا كنت عندي يعني ضعف في الكهرباء، وعندي قله في الكهرباء، وعندي قله في الموارد، وعندي قله في البترول اللي بيبولد الكهرباء والكلام ده كله، فانا كنت بقطع عليك الكهرباء عشان اوفر. لكن انا دلوقتي يا عبيط بقطعها عشان اخفف الاحمال. ايه ده بتقول ايه؟ قال لك والله انا دلوقتي بقطع الكهرباء يا جماعه تخفيف احمال. قال لي هي نيه يعني مثلا انت تقول مثلا نويت مثلا بكره صيام الاثنين وانت صمت الثلاث، ولا انت بقى هي بالنيه يابا؟ يعني بيقول لك انا لا الاول كنت بقطعها يا جماعه عشان اوفر استهلاك. لا صراحه الشهاده لله انا كنت بقطعها عشان لكن دلوقتي النيه اختلفت يا جماعه، نستحمل بقى. الراجل قال لك انا نيتي دلوقتي بقطعها تخفيف احمال. الدنيا حر واغسطس داخل علينا، داخله ما شاء الله، اصلا يوليو مش عايز يسيبنا. انا مش فاهمه هو شهر يوليو ده 4 شهور وعاملين نفسهم يوليو واحد، بيبقى انا مش فاهمه برضك، بس ما علينا. قال لك لا حبيبي انا ان شاء الله هقطعها علشان اخفف الاحمال. الناس برضو ما سكتتش وقعدت تقول تخفيف احمال ايه يا جماعه؟ هو في ايه اللي بيحصل ده؟ عملوا لك حيله جديده. يعني عارف انت فاكرين في مسرحيه محمد نجم، والله انا مش فاكره اسمها، لما قعدوا لا يعني انا اركب دقن وشنب وادخل على ابوك باسم مستعار عشان ما اعرفوا. الحاج بقى وزير الوزراء بيعمل فينا نفس العمل.
ما عجبناش احنا ان النور يفضل يقطع، قال لك خلاص طيب ده تخفيف احمال. ما عجبش الناس تخفيف احمال، كل شويه بقى يطلعوا لك بيان سيتم قطع الكهرباء عن محافظه مش عارفه كام ساعه في اليوم لمده 10 ايام اعمال صيانه. سيتم تخوض عندك كل محافظات مصر، قال لك بقى بيعملوا صيانه في الوقت ماليش دعوه، انا كابل وانا ابن كابل وعايز دلوقتي يتعمل لي صيانه. الله اكبر، كل المحافظات مفيش محافظه كده يعني عدت من تحت ايديه وقال لك معلش يا جماعه انا ما بقطع الكهرباء في الوقت الحالي عشان انا بعمل صيانه، معلش في حاجات عايزه تتظبط، في حاجات عايزه، في سلك عريان عايزين نلبسه نشوف نقعده، ما ينفعش، في برضو فيش ذكر وانتايه نشوف بقى ايه وضعهم، معلش يا جماعه ما حدش يعني يضايقنا دلوقتي واحنا بنعمل شويه كهرباء كده لوز العين. فقال لك بقى ايه، انت يعني انت مش عاجبك ده، انا بعمل لك صيانه. طب انا بعمل لك صيانه ليه؟ لان احنا اكتشفنا ان في ناس بتسرق التيار الكهربائي، فاحنا عايزين نقطع الكهرباء عشان يبان لنا مين اللي بيسرق التيار الكهربائي. هو في ايه؟ عارف العيال الصغير مثلا لما تلاقيه كده ايه يقول لك ولا وانت اللي وقعت الكوبايه دي، يجي بقى يقول لك لا ده انا كنت ماشي وهي اللي دخلت في رجلي، انا ما عملتش حاجه، لا اصل انا كنت ماشي وجاي اشرب راحت هي اللي وقعت، يقعد يطلع لك 100 فيلم. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا حاج وزير الوزراء؟ انت عايز ايه؟ لا وبقى عمرو الدباديبي الله يمسيه بالخير، انا ما اعرف له ده في اجازه ولا راح فين. اول بقى لما الحكومه جت، يعني هي حكومه مصطفى مدبولي، يقول لك ايه بقى، انا مستبشر خير ان شاء الله في الحكومه الجديده وعلى راسهم مصطفى مدبولي. يا راجل انت بتقول ايه يا راجل؟ انت بتقول ايه يا راجل؟ ما انت كنت لسه من يومين قاعد بتسب وتلعن في سلسفيله، طلع بقى قال لك لا انا حاسس ان الحكومه الجديده هتعمل شغل عالي جدا، الحمد لله احنا من كتر ما احنا قعدنا نهاجم فيهم انا حاسس ان رئيس الوزراء جاي بفكر جديد. بالك انت يا حاج عمرو، انت لو بتعمل له صيانه في غبور، يعني انت لو خدت رئيس الوزراء ووديته غبور يعمل يتصين، مش هيلحق بين يوم وليله برضك يبقى بفكر جديد. هو كان امبارح ده اللي انت بتهاجمه وطلعت انت والحاجه لميس الخميسي والحاج تاني احمد بسبوسه وقعدتوا عملتوا حوار وقعدت تقول لي لا كفايه كده على الناس، كفايه فجاه الحكومه اتشكلت برعايه نفس ذات مصطفى المدبولي اللي كنتوا امبارح بتهاجموه. قال لك لا ده الحكومه الجديده هتعمل شغل لوز العيال. اهي الحكومه الجديده بتقطع النور عشان بتعمل صيانه ايه يا عم؟ احنا بنعمل صيانه في البيت واحنا كل الحاجات شغاله. انت متخيل؟ انت بتضحك على مين يا عم الحاج؟ اتاري الحاج عمرو كان بينيمنا عشان نرضى بالامر الواقع، فاحنا نشوف ان مصطفى مدبولي لا يا جماعه نديله فرصه تانية يا جماعه ده ما قطعش النور اهو 3 ساعات متواصله، والله اكبر، الله بسم الله ما ايه الجمال ده؟ ايه ده الراجل مثبت سعر الرز بدل بعد ما كان ب 38 بقى بسم الله ما شاء الله ب 37 75، فيعني ايه الجمال؟ الله اكبر عليك يا حاج، الله اكبر.